مساكم الله بالخير، وكيف حالكم وشلونكم يا اخواننا المتابعين؟ اليوم راح نسوي ان شاء الله معاكم بيتزا فواكه البحر على الطريقة الكويتية وعلى منتجات الكويت. عندنا الربيان، وعندنا ام الربيان اللي يسمونها الاستاكوزا، وعندنا اصابع القباقب كابوريا، وعندنا الخثاثيق السكويد مع الروس ملوتهم زين يبا. عندنا سمك الناتيلا او سمك الناتل الهندي، عندنا الكالاماري الاخطبوط، فلفل الوان الرومي، الشدر، عندنا الربيان الطري، عندنا الخلطة هذه زيت زيتون وليمون وفلفل اسود وثوم وخل، وهذه صلصة البيتزا المعروفة حين اقول لكم عنها. وعندنا الطحين 3 أكواب ونص، وعندنا هني ماي وخميرة وزيت زيتون، ماي بارد وخميرة وزيت زيتون وقفشة ملح وقفشة شكر. راح نخلطهم ونسوي عجينة البيتزا ونسوي المكونات هذه اللي هي أساسا هذه البيتزا إيطالية وتستخدم في الشمال الإيطالي يحبونها، فإحنا الحين راح نسويها بطريقتنا الكويتية. تابعونا. حطينا الطحين في الخلاط 3 أكواب ونص لاني بسوي انا واحده، اذا 6 أكواب تسوي لك 2. نشغلها، نبتدي نزيد الخلطه مع الشكر والملح ومع الخميره شوي شوي بالتدريج، ونخليها تنخلط ونشوفها بعد شوي. بهذا الاثناء والعجينه قاعد تنعجن هناك، نقدر نتبل الحين اللي نبيه نفس التتبيله كلهم، لانهم راح يركبون على قطعة واحدة من البيتزا. راح نتبل الأسماك نفس الشيء، وراح نتبل شوية الاستاكوزا والربيان، وراح ننزل المنقوع هذا أيضا على السكويد اللي هو الخفاق، وعندنا الكالاماري. الحين نفركهم ونخليهم يتبلون على ما تخلص العجينه مالتنا. الحين عندنا الكالاماري اللي هو الاخطبوط ويا المنقوع، شوفوا منقع، راح ننزله ونخليه ياخذ له شويه حمفه، وبعدين ننزل السمك، ننزل الربيان، فلفل الوان وام الربيان والسكويد اللي هو الخفاق، وبعدين القباقب. الحين ننزل الربيان اللي هو البيس الاساسي، نحمسه ايضا، هذا خلصنا منه. نبتدي نحمس الربيان ياخذ له بس شويه لانه راح تستوي بالفرن بعدين. الحين عندنا السمك، ننزل السمك ونحمسه شويه. الحين نزلنا الخفاق واللابستر والسكويد مع ام الربيان، نزلناهم ينحمسون. الرحمن الرحيم. شوفوا ما شاء الله العجينه شلون صارت، العجينه صارت متماسكه 100%. هذه طريقه عجينه البيتزا الايطاليه الصحيحه 100%. كوبين ماي بارد، قفشه خميره، 4 أكواب طحين ابيض منخول، تخلطوهم مع بعض مع نص كوب زيت، تخلهم يتخمرون 40 دقيقه. شوف شلون صارت، ها شوفوا عجينه مو غشمره يعني. راح نفردها الحين بالنشابه ان شاء الله اللي هي المرقه نسميها احنا بالكويتي، ونحط عليها المكونات وندخلها الفرن 40 دقيقه، ونشوف ان شاء الله بيتزاتنا بيتزا الفواكه البحريه. هذه العجينه بعد 40 دقيقه شوف شلون صارت متماسكه. الحين نفردها ونحطها على المقله. طبعا هذه المقله اللي تشوفونها قدامكم هاي مقله البقايله كبيره جدا، هذه من التيفال، حطينا فيها شويه زيت وراح عشان نفرد فيها العجينه لازم شويه. شوفوا المكونات خلصت، تبارك الله ما شاء الله لا اله الا الله. هذه بيتزتنا اليوم راح تصير، وهذا جبن الشدر وهذه الصلصه. خلونا نشوف. وهذه العجينه فردناها في الصينيه، الحين ندخلها الفرن مدة 3 دقائق تنشف، ونرد نطلعها نخليها تبرد ونصف المكونات. شوفوا هذا الشبك العجيب الحلو، هذا اللي يستخدمونه في مطاعم البيتزا، مقاسه حلو 60 سنتي. راح اشيل البيتزا من المقلة
راح احطها على هذا الشبك لان المقله ما دشت عندي بالفرن كبيره. الحين بعد ما طلعنا البيتزا من الفرن خليناها 3 دقائق، خليناها تبرد. اني حقه الصلصه، الخلطه من الطماط والثوم وزيت الزيتون والاوريجانو الزعتر. زين يبا المزرولا الماسخ، نبتدي نرش عليها جبن المزرولا الماسخ، ونرش عليها من جبن الشدر شويه عشان ينطع فيها وتصير خلطه اجبان مع الفواكه البحر، تعطي طعم جميل جدا. بعد ما رشينا الاجبان نرش شويه زيتون اخضر، الزيتون الاخضر احسن من الاسود مع الفواكه البحريه. بعد عمليه رش الزيتون على وجه البيتزا نبتدي نحط الربيان الشرم. هذا الربيان محموس منقع بالبهارات والخل والثوم والزنجبيل. شوفوا ايش حلوه، شوفوا ايش حلوه، وايضا مع خلطه الاوريجانو الايطاليه. بعد الجبن والربيان والزيتون نبتدي فلفل الرومي الالوان، هذا هو اللي يعطي جمال ونكهه حق البيتزا. بعدين نبتدي بصف الربيان بالمنتصف عشان تدخل الفرن ويتحمر كله سوا. بعدين عندنا اصابع الكراب، اصابع الكراب سويتهم على البخار عشان ما يختربون، اذا انحمس يخترب. طعمه جميل جدا اللي هو لحم القباقب بالكويتي. صف عليها سمك الانتل، هذا مثل العوم الصغار، مقلي حلو جميل ومبهر وناطع، ويعطي لمسة جمالية حق بيتزا فواكه البحر. الحين راح اصف عليها حلقات اللوبستر اللي هي الربيان. عاد هذه هي اقلى شيء، يعني اقلى بيتزا بالعالم، بيتزا شو اسمه فواكه البحر. هذا اللي صفيناه اللي انتم شايفينه، هذه الربيان اللي هي اللوبستر. وخلنا نشوف اخر شيء نحط عليها الكالاماري. هذه بيتزا الفواكه البحريه، تتكون من الربيان، الربيان، قباقب، اخطبوط والخثاق، روس الخثاثيق، الربيان تحت البيسك، وربيان بقشوره. 8 انواع من الفواكه البحريه راح ادخلها الفرن الحين مرور ربع ساعه. خلينا نشوفها. ما شاء الله لا اله الا الله، شوفوا الالوان، شوف شلون تشتش، شو جمالها، شلون تحمشت الخبزه، اعطتنا لون واحد. الحين نوديها حق الربع. انا نسيت اقول لكم ترى فيها سمك بعد، سمك انتل، سمك صغار مثل العوم. شوف ايش حلوه، شوف ايش حلوه. هذه البيتزا البحريه بعد ما خلصت اخذت لها 3 ساعة بالفرن، تحمشت من فوق ومن تحت. كاني بلفها الحين بالقصدير اوديها حق الربع مثل ما شفناها. ها فيها كالاماري، فيها اخطبوط. وهذه بيتزتنا البحريه وصلت الديوانيه وقاعد يقصها شيخ بدر كندري ابو محمد. يا سلام على الربيان وعلى القباقب وعلى الربيان. وزع لنا وزع لنا يا شيخ بدر، وزع لنا جزاك الله. الله 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 يا سلام. هي حط عليها ربيانه كبيره جامبو. ايه يا سلام. تفضل يا ابو محمد، تفضل تفضل تفضل. وياك ان شاء الله.